السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم كيكه ديال البرتقال. بما انه البرتقال موجود في هذا الوقت هذه، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الكيك ديال البرتقال بالكريمه ديال البرتقال. كتجي زوينه، كتجي منعشه، حتى الناس اللي ما كياكلوش الكيك او الناس اللي ما كيبغوش الكيك على ود ديك الزفوره ديال البيض. هاد الكيكه هذه غادي تعجبكم بزاف، حيت ما غتلقاوش فيها ديك الزفوره ديال البيض. غادي تكون زوينه بالمذاق ديال البرتقال اللي طاغي فيها. كنتمنى انكم تجربوها. ونمشيو دابا باش غادي نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الكيك ونتلاقاو في طريقه التحضير. غادي نحتاجو 4 ديال الليمونات، عندنا 3 بقشورهم ووحده نقيناها وحيدنا داك اللب اللي كيكون داخل بيد ديك الخويطات اللي كيكونوا بايضين كنحيدوهم. خلينا 3 بقشورهم ووحده نقيناها. ضفنا ليها كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، ساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملحه. غادي نطحنوا هاد المكونات كلهم مزيان مزيان حتى كيتطحن لينا هذاك الليمون مزيان، ما كيبقاوش فيه دوك الطريفات كبار. ومن بعد غادي نضيفوا ليه 3 ديال البيضات اللي يكونوا صغار. يعني الا كان البيض صغير غادي ديروا 4، الا كان كبير غادي ديروا 3. هنا ضفنا 3 ديال البيضات اللي هما كبار، غادي نطحنوهم حتى هما مع داك الخليط. ومن بعد غادي نضيفوا الخليط في واحد المول، في واحد الجبانيه عفوا، وغادي نضيفوا ليه هنايا 2 كيسان ديال الدقيق. ضفنا هنايا الكاس الاول اللي غادي نغربلوه. بطبيعه الحال ضروري اننا نغربلو الدقيق قبل ما نضيفوه، وغادي نضيفو الكاس الثاني. غادي نخلطوا هاد المكونات غير بشويه. غادي نخلطوا داك الدقيق، غندخلوه مزيان في هذاك الخليط ديال الكيك، وغادي نضيفوا هنايا 3 ديال الخمارات. صافي غادي نخلط هذيك الخميره مع الكيك، وغادي ندهن هنايا المول كما كتشوفوا بشويه ديال الزبده وبالدقيق، وغادي نضيف الخليط في المول وغادي ندخلها الفران اللي غادي يكون شاعل على 180 درجه. الا كان عندكم فران ديال الغاز كتشعلوا من التحت حتى كطلع الكيك وتحمر، عاد كتشعلوا من الفوق باش تحمر. انا هنايا عندي الفران كيشعل الفوق لتحت، يعني طابت من الفوق ومن هنايا البنات حيدتها باقا سخونه، تخليوها حتى كتبرد مزيان عاد تحيدوها باش ما كتخسرش لكم. هنايا غادي نخليو الكيكه ديالنا تبرد. غادي ناخذوا هنايا 2 كيسان ديال البرتقال، نص كاس ديال الماء. انا هنايا 2 كيسان عندي ديال نص لتر، يعني نص لتر ديال الليمون ونص كاس ديال الماء. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال المايزينا، يعني معالق يكونوا عامرين مزيان. غادي نضيف 2 معالق ديال السكر سنيده، وغادي نضيف 2 ديال الفلان فاني او البنان. انا هنايا درت البنان، الا كان عندكم الفاني غادي ديروا الفاني. غادي ناخذ المول اللي كنا طيبنا فيه الكيكه من قبل، غادي نمسحوه وغادي ندهنوه بشويه ديال الزيت، وغادي نضيفوا ليه هنايا الخليط من بعد المعقد اللي درنا فوق البوطه وعقاد. غادي نضيفوا عليه الكيك من بعد ما بردات باش ما كتشربش لينا هذاك الفلون او هذاك الكريمه كامله. كنخليوها حتى كتبرد مزيان الكيك، عاد كنصايبوا الخليط ديالنا ديال الكريمه ديال الليمون وديال المايزينا. عاد كنضيفوا ليها هنايا الكيك كما كتشوفوا، كنضغطوا هكا بيدينا باش نقادوا الكيكه مزيان باش تاخذ لنا الكريمه من كل الجوانب. وغادي نغطيها بواحد السلوفان، وغادي نديرها في الثلاجه لمده ديال 4 سوايع حتى 5 سوايع، خاصها تبرد لينا مزيان مزيان. انا هنايا ما خليتهاش هذيك المده حتى كانت زربانه كما كتشوفوا، وحيدتها يعني راه باقا دافيه هنايا البنات وراها شاده في راسها كما كتشوفوا. الا خليتوها مده اكثر غادي تكون احسن بكثير، غادي تجيكم فينيه مزيان. هنايا حتى كانت زربانه حيدتها هكا واحد ساعتين وحيدتها من المول. يعني كما قلت لكم غادي تخليوها واحد 4 حتى 5 ديال السوايع، يعني تبرد لكم مزيان مزيان الكريمه. عاد حيدوها من المول كما كتشوفوا. يمكن لكم ديروها في الصباح وتخليوها هكا في الثلاجه حتى العشيه هكا تبغوا تحطوها. عاد حيدوها من المول، كتجي زوينه البنات، كتجي رائعه كما كتشوفوا. هنايا راه باقا دافيه وشاده في راسها. هنايا كما تجيو تشوفوا التزيين، يعني زينتها تزيين اللي هو بسيط. وهنايا قطعت معكم واحد المورسو كي باش تشوفوا كيفاش دايره. هنايا راه باقا دافيه البنات، راه ما بارداش وراها شاده الكريمه في راسها كما كتشوفوا. كنتمنى انكم تجربوها، راه كتجي زوينه في المذاق. الناس اللي عزلين البرتقال راه كتجي غزاله غزاله في المذاق ديالها. كنتمنى انكم البنات تجربوها
وتردوا عليا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. خليتكم على خير. السلام عليكم.